السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم بناتي وحبيباتي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتنا، قناة بستان ست البيت. النهاردة هنعمل حاجة بسيطة جدا، مشروب من المشروبات السخنة. كلنا عارفين الشتاء بيحب كده الحاجات الدافية، او تتسلي في حاجة كده، او الولاد وهم سهرانين، وتنفع برضو للفطار. هنعملها بطريقة بسيطة جدا، وبرضو تتغرف ازاي زي احسن المحلات. وشوفي بدل ما تشتريها من بره بقد كده تعمليها في البيت، رخيصة جدا. هنعمل البليلة على الطريقة بتاعتنا. انا بعملها من زمان، بتبقى جميلة جدا وشبه بتاعة الراجل بالظبط اللي بتجيبيها من القدرة والعربية دي. تعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. هنسمي الله كده ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونشوف معانا ايه. هو كل المقادير اللي معانا، انا معايا نص كيلو قمح غسلاه كويس وما بنقعوش ولا اي حاجه، ومعايا على النص كيلو معلقتين 2 رز. في ناس بتنقعه، في ناس بتحطه في ميه مغليه وتسيبه، في ناس بتحط معاه نشا بدل الرز ما بتحط، وفي ما بتحطش معاه حاجه. انا بحب احط معاه معلقه رز على الربع كيلو، ده معانا نص بمعلقتين 2 رز بس، معلقتين كبار. بتطلع جميله جدا، وميته تبقى نشا باينه طبيعيه، مش زي ما نضيف له نشا او حاجه، او تسيبيه من غير. بيديكي بالظبط تخانه الجاهز اللي بتشتريه من بره. طبعا انا منقيه القمح غسلاه كويس جدا. ملحوظه هعلمها لبناتي واخواتي الصغيرين، ان لما تغسلي حاجه زي كده القمح، او اللي هو بيقولوا عليه، في ناس بيقولوا عليه غله، الغله اللي هو القمح برضو. شوفوا الحبايه نظيفه ازاي، طبعا تشتريه من مكان مضمون ونظيف. لازم انا بصوا غسله مثلا الاول هنا قبل ما احطه في المصفى. لما تغسلي اي حاجه، حبوب او رز او حاجه، ما تغسليهاش مثلا في طبق وتصفيها، او مثلا في مصفى على طول. هقول لك ليه. لما تغسليها في طبق الاول كده، غويط او حله او اي حاجه، بتغسليها كويس جدا من الميه. فلو فيها اي حاجه، يعني مثلا زي قش او حاجه خفيفه، بتعوم على وش الميه معاكي. فتغسليها كذا مره وتدعكيها بايدك، وتغيري الميه لحد ما تنضف. طب بعد كده لو جيتي تاخديها بقى اللي باقيه من الطبق وانت مصفياها كده، ده حتى نصيحة لما تغسلي أي حاجة، فاكهة أو حبوب أو غيره، لما تصفيها بيفضل برضو لو فيها أي عفر أو تراب بتفضل في قعر الطبق. فأنت بعد ما تغسليها في الحاجة الغويطة وتدلقي المية كذا مرة عشان ما تطلعش بعد كده أي قش أو أي زبالة أو أي حاجة، أنت تروحي بقى إيه، تروحي حطاها في المصفى وشطفاها تاني ودعكيها تحت الحنفية، يقوم لو فيها أي تراب أو عفار بينزل من المصفى. فلازم تغسليها هنا وتغسليها هنا وبعدين تصفيها. هناخدهم على النار ونشوف هنعمل إيه. عندي هنا على النار انا حاطه حله فيها ميه مغليه، يعني حوالي لترين لترين ونص. حطي كميه كبيره، لازم طبعا تغلي عشان الحاجه هتنزل ما تلزقش فيها. نضيف ليها معانا القمح كله، ننزله في الميه كده. لازم اما تغسلي حتى زي الرز ابو لبن هنعمله ان شاء الله مع بعض، لما تغلي الميه الحاجه ما تنزلش تلزق. ونضيف عليهم معلقتين الرز بتوعنا، وهتسيبيها تغلي. حطي فيها ذره ملح بسيطه، انا حطاها كنت في الميه عشان يظبط معاكي الطعم. وهتسيبيه كده يغلي لما يعني براحته، يعني اهم حاجه فيها بالقشره بتاعتها. شوفي هنحطها كده تغلي، وهنغطي عليها ونسيبه يغلي بقى. وكل شويه طبعا مسافه كده تقلبيه، نسيبها تغلي مع بعض لما تدخل في السوا. سواء سيبيها لما تتهلك خالص، ولو لقيتي الميه نقصت زوديها شويه، او انت لو لقيتيها استوت وحتى ماسكه نفسها شويه وفيها ميه وسبتيها وغطيتي عليها، هتستوي مع نفسها في بقيه الميه. ففي كلا الاحوال هتلاقيها استوت كويس جدا. هنسيبها تستوي وبعدين نبقى نرجع لها بعد السوا. وكده البليله بتاعتي استوت، انا ما خدتش كتير، يعني قعدت ساعه، ساعه وشويه. شايفين استوت، شربت الميه اللي احنا حطيناها، انا ما زودتلهاش ميه، كانت مغطياها بمسافه كده كويسه. شايفين استوت خالص اهي، اهي قدامكم اتهلكت خالص، انا زي ما بنشتريها بالظبط. وكمان لما تبرد بتتخن معاكي شويه كده. انا هطفي عليها وبعدين نشوف هنحضرها ازاي. وانا كده هجهز البليله للعمايل للاكل. هنحط عليها النص كيلو ده، تحطي له لتر حليب. طبعا هو كده انا بقول لك الحاجه بالمعقول، حابه انت تزودي الحاجه زياده هتزودي، طبعا الحاجات دي طبعا حسب الرغبه. هحط لها كده معايا معلقه سمنه بلدي، عايزه تزودي السمنه زودي، انا ما بحبش ازودها
او يعني ان هو القمح بيبقى حلو كمان للدايت، فكنت بحب اكلها مرات كده من غير سمنه خالص اصلا، عشان ايه ما تبقاش دسمه. كفايه اللي زودنا عليها حاجات. وهنحط برضو المعقول بتاعنا كوبايه سكر. دي برضو كده يبقى بتبقى مظبوطه كويسه، بس مش زياده طبعا. اللي عايز سكر زياده يحط طبعا حسب الرغبه. كل الحاجات دي معانا حسب الرغبه. دي الاساسيه. هجيب معايا برضو كيس فانيليا واحطه ونقلب كده لحد لما نسيبه يغلي معانا. دي بقى الحاجات الاساسيه اللي بتتحط على البليله كلها. يعني معاكي الحليب، السمنه، السكر، انت كده تتظبط معاكي. ولو انت برضو عايزه تسيبيها في التلاجة زي ما هي من غير حليب ولا حاجه، لو عملتي كميه تقدري تشيليها في التلاجة وتاخدي منها اجزاء، او اعمليها اكياس وشيليها في الفريزر، فطلعي كيس كيس هو اللي تحطي عليه الحاجه حسب ما تستعملي. لكن دي عشان نص كيلو يعني ايه معقول، حتى لو قعدت معاكي النهارده وبكره لما يكون 5 6 افراد يبقى كويس. على الناحيه التانيه هيبقى معايا طاسه هنا حاطه فيها معلقتين سمنه كبار، يستحسن طبعا لما تكون سمنه بلدي. وهحط عليهم، هنزل بربع كيلو من الكنافه. طبعا في ناس بتحبها بالكنافه. هنشوحهم هنا، نحمرها معانا. عايزه ترشي السمنه عليها وتحمصيها برضو في الفرن تحت الشوايه وتقعدي تقلبيها، لكن انا استسهلت بصراحه، بفضل احمصها كده على البوتاجاز وخلاص. هنحمر الكنافه لما تبقى معانا لونها ذهبي والخليط ده يغلي معانا، وبعد كده هنغرفه. بقيه الاضافات معانا هتكون كلها بتبقى حسب الرغبه وبتتحط في الكاس على طول وانتي بتغرفيها. هنستنى لما الحاجه معانا تغلي ونشوف هنغرفها ازاي. كده الخليط معايا خلاص غلي اهو، جاهز كده على التقديم. هنطفي عليه النار ونكمل. هنا الكنافه قربت تتحمر معانا خلاص، هخلصها ونشوف هنحط في طبق التقديم ازاي مع بقيه المكونات بتاعتنا. وحاجتنا كده كلها جهزت خلاص عشان نقدم. ادي البليله معانا بمشتملاتها، وده عندنا الحاجات المتوفره عندك في البيت. احنا دايما قلنا قناتنا بتعمل حاجات على قد الايد، مش لازم بقى حاجات غاليه جدا. انا عندي شويه زبيب، عندي جوز هند، كلنا اكيد في بيبقى دايما باقي عندنا الحاجات دي حتى من رمضان محتفظين بيها في التلاجة. ما عندكيش هتشتري، حتى لو جبتي ب5 جنيه من كل حاجه هتبقى موجوده عندك. عندي دي الكنافه اهي محمرناها. دي مكسرات متوفره عندي السوداني. انا ما حبيتش اجيب حاجات زياده عشان في متناول ايدينا كلنا. اللي طبعا عايز يكمل كاجو، لوز، بندق، اي حاجه، فستق، براحتك خالص اللي عندك هنا. وعندي قشطه، فكله ينفع تعملي اي حاجه بالحاجه اللي عندك وتبقى الحاجه شكلها جميل جدا. والحاجات دي طبعا حسب الرغبه. يعني انا هعمل 2 بس فيهم كل الحاجات دي، لان انا عندي الولاد برضو صراحه بيحبوا الحاجه ساده. يعني انا عندي ياكلوا المكسرات لوحدها وياكلوا الحاجه لوحدها من غير مكسرات. بس يعني كده ايه، انا وباباهم بس اللي بناكل. نحط من هنا الكنافه قيمه معلقه كده كبيره في كاس التقديم. وناخد معانا البليله هنا اهي، نغرفها في طبقنا. بتبقى طبعا طعمه جدا وحاجه مغذيه ومفيده وسعرها في متناول ايدينا. شوف احنا الطبق ده والله انا فاكره من سنين طويله جدا، والواحد ما كان بياكله دايما في الحسين والحاجات دي في رمضان. شوفوا الطبق يعني تلاقيه يعني زي ده او اصغر وبالشيء الفلاني. انا ما اعرفش دلوقتي وصل لكام صراحه، ليا كتير انا ما اكلتش بره. الحاجات دي بعملها في البيت لان مساحه ما انتشرت الامراض والاوبئه والحاجات دي، والواحد يسمع على بيعملوا حاجات وبيحطوا حاجات، الواحد بصراحه ما بيحبش ياكل من بره. ناخد شويه كده مكسرات نحط على الوش، ومحدش يقول يا جماعه لا يبقى زعلان على عيشته او انا ما عنديش كاجو او لوز او مقدره ماليه يشتري. يعني الانسان بيحمد ربنا على كل حال، واحنا احسن من غيرنا بكتير. ويعني نحمد ربنا ان احنا بناكل اصلا كويس، بنشرب. في غيرنا بيتمنى ياكل ويشرب. يعني مش كل الرزق فلوس ولا كله الحاجات اللي مش موجوده عندنا. نعمل باقل التكاليف اللي موجوده عندنا اهو، عشان كل واحد يعني يبقى حامد ربنا على عيشته. والله في ناس معاها فلوس اصلا ومعاها تشتري الحاجه ما بتقدرش تاكل. ف شوفوا ناخد بقى جزء من القشطه من هنا
نحط القشطه معانا هنا اهو. هي يعني كده يعني كفايه، كفايه اني يبقى يعني ما كتريش سمنه فيها، لان يا دوبك يعني انا ممكن تكتفي بالسمنه اللي هي على في الكنافه نفسها. انا طبعا متحمره في السمنه فتبقى دسمه اهو. وده يبقى شكل طبقنا اهو، وبالهنا والشفا. ويا رب تكون عجبتكم، جربوها زي ما بقول لكم كده بالظبط، هتلاقوها جميله جدا. ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.